مباراة الأهلي والزمالك هتتعاد. لو عايز تعرف هتتعاد ازاي وليه، خليك معايا لآخر الفيديو. بصوا يا جماعة، الجواب ده اللي بعتته رابطة الأندية لنادي الزمالك، اللي فيه اعتماد فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 3-0 لانسحاب النادي الأهلي. بس في نقطة في الخطاب ده هي اللي جابت مغص لكل الزملكاوية وخلتهم رايحين جايين على الحمام. ايه النقطة دي؟ البند الثالث رابطة الأندية بتقول فيه إيه؟ رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن. يعني كده من الآخر، أيوه أنا طلعت قرار إن أنت كسبت 3-0، ولكن النادي الأهلي بقدم شكوى في اللجنة الأولمبية المصرية وأنا مستنية القرار ده. وكده بنسبة 90% قرار اللجنة الأولمبية هيبقى مع النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي هو اللي معاه الحق وهو اللي معاه كل المستندات اللي بتثبت حقه. فبنسبة 90% المباراة هتتعاد. ولو جيت بصيت على تسلسل الأحداث في اليوم كله هتلاقي إن فعلا المباراة هتتعاد بنسبة 90% أو يمكن كمان 100%. مبروك يا أهلي.